إذا حابين تعملوا حلو بيجمع بين البساطة والفخامة، حلو أنيق بدون تعقيد، فاليوم رح شارككن وصفة بتستحق التجربة. تارت البسكوت بسيط بالمكونات بس النتيجة بتفوق كل التوقعات، ما بياخد منكن وقت أو مجهود بالتحضير. خليكن معي متابعيني الغاليين لنحضر هالوصفة الشهية خطوة بخطوة. بالنسبة لمكونات وصفتي اليوم، عندي هون بسكوت الشاي، رح أطحنه وأخد منه كوبين، نص كوب حليب سائل، 100 غرام زبدة رح سيحها، 3 حبات بيض، نص كوب سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين صغار فانيليا. حطيت هلأ البسكوت بالبلندر ورح أطحنه بشكل ناعم كتير، وهيك صار شكله بعد الطحن. حطيت هلأ البيض ورح نزل عليه السكر، الفانيليا، ورح أخلطهم مع بعض لحتى يصير المزيج أبيض كريمي، وهيك صار شكله من بعد ما خلطته كتير منيح. هلأ رح ضيف الزبدة من بعد ما سيحتها، ورح ضيف الحليب، ورح أخلطهم شوي حتى ينمزجوا مع بعض. رح نزل هلأ المكونات السائلة، ورح ضيف عليها الكوب الأول من البسكوت، الكوب الثاني، والبيكنج باودر، ورح أخلطهم بهذا الشكل حتى أحصل على مزيج متجانس. وهيك الخليط صار جاهز بهذا القوام. وعندي قالب التارت هون دهنته بالسمنة ورشيت عليه شوية طحين. رح نزل هلأ الخليط بالقالب، رح سوي الوجه، ورح أضرب القالب ضربتين حتى تطلع كل فقاعات الهواء. حطيت القالب بالفرن بحيث يكون حامي على الرف الوسط على درجة حرارة 180 من تحت بس. وهلأ بعد 30 دقيقة طفيت من تحت وشعلت من فوق حتى حمر الوجه شوي. وهيك من بعد ما طلعت القالب مباشرة من الفرن رح أتركه شوي يبرد بدرجة حرارة المطبخ، بعدين رح أقلبه. وبعد 10 دقايق صار الوقت إني أقلب التارت. رح حرر الأطراف بهذا الشكل، وهلأ رح أقلبه. وهيك شكله ما شاء الله بشهي. هلأ رح أتركه يبرد شوي بدرجة حرارة المطبخ قبل ما أحط على وجهه الطبقة البيضاء. بالنسبة لمكونات الطبقة البيضاء، عندي هون 8 مكعبات جبنة كريمية، نص كوب سكر باودر، ربع كوب حليب باودر، 250 غرام قشطة جيمر. رح ضيف كل المكونات مع بعض وأخلطهم كتير منيح. وهيك صار قوامها بهذا الشكل. هلأ رح قيم 3 كوب من شان الخطوط، والباقي رح نزله على الوجه. بالنسبة للخطوط رح نضيف الكمية اللي قمتها، ورح نضيف عليها معلقة صغيرة كاكاو، معلقة صغيرة نوتيلا، وإذا مو متوفرة عندكم نوتيلا فيكن تستبدلوها بنص معلقة صغيرة كاكاو. وهلأ رح أخلطهم مع بعض، وهيك صار قوامها بهذا الشكل. حطيتها هلأ بكيس حلواني، ورح أبدأ بعمل الخطوط. وبعود خشب رح أعمل بهذا الشكل. وهلأ بالجهة المعاكسة. جبت شوية فستق حلبي ورح رش على الأطراف، طبعا اختياري حسب شو متوافر عندكم.
وهيك صارت جاهزة عندي بهذا الشكل الحلو الأنيق. هلأ رح أحطها بالبراد حتى تتماسك الطبقة البيضاء حوالي ساعتين 3، وبعدين فيني أقدمها. وبهيك بيكون تارت البسكوت صار جاهز عندي لليوم بهذا الشكل الحلو الفخم. بتمنى تجربوا وتعطوني رأيكم فيه بالتعليقات، وتخبروني من أي بلد بتتابعوني. وبنهاية الفيديو شكرا حبايب قلبي للمتابعة، شكرا لوجودكم الحلو المميز معي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى تكبر عيلتنا أكتر، يوصلكم كل شي جديد. بحبكم كتير من قلبي، من فيروزة خانم. سلام.